السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى، عايزين نتفق ان اي اكل طعمه حلو لازم يكون نفس ست الكل فيه، ولازم تكون النفسية مرتاحة كده، واعمله بحب وعلى نار هادية، والاكل هيطلع في منتهى الجمال، من غير لحوم، من غير لا فراخ ولا لحمة، ولا هو محتاج فراخ ولا لحمة، وبأقل التكاليف، والأكل هيطلع في منتهى الجمال. خلينا متفقين على كده. تمام، يعني بأقل حاجة هتعملي أحلى أكل لأولادك، وهتبسطيهم وهتسعديهم. تمام يا حبايب قلبي. طيب، هنعمل النهاردة صينية بطاطس، وهتشوفوا معايا تركات وطريقة بسيطة جدا، وهتطلع ريحتها جميلة جدا جدا، وحاجة مفيش أجمل من كده. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو أقول لكم على التفاصيل. كل سنة وانتم طيبين، ونعاد عليكم أيام بخير يا رب، وسنة سعيدة عليكم. يلا بينا. كده بدأنا بقى المقادير مع بعض. طبعا أنا عندي فراخ، طبعا غسلتها كويس جدا ونقعتها. وطبعا اللي متابعني عارف ان انا بنقع الفراخ بتاعتي بدقيق وملح. بغسلها كويس جدا واسيبها منقوعة حوالي ساعة، وبعد ما تتغسل بصفيها واسيبها كده تتصفى في قلب المصفى، عشان انا مش عايزة فيها اي مية. تمام، سيبتها في قلب المصفى اهو زي ما انتم شايفين، زي الفل، ولا زفارة ولا اي حاجة. تمام. طيب، مقدار الفراخ زي ما انت عايزة. ومعايا بصلاية، يا اما بصلاية كبيرة يا اما بصلتين وسط، وقطعتهم تقطيع كده عشوائي، يعني مش لازم يتقطع يعني صغير ولا حاجة ولا يتبشر. قطعته تقطيع عشوائي، وبحب تقطيع البصل على ايدي. تمام. والطماطم على حسب كمية البطاطس اللي عندك والكمية اللي انت هتستعمليها. ده الطماطم قطعتها في الكيتشن، حطيتها في الكيتشن، او لو مش عندك كيتشن يبقى هبشرها. تمام، هستعمل بمبشرة. وحوالي 4 فصوص من الثوم، وحوالي قرن فلفل بارد. لو ما بتحب السبايسي هتزودي 1 حراق. تمام، انا ما بحبش السبايسي فما حطيتش، يبقى انا حطيت توم وحطيت طماطم وحطيت قرن فلفل رومي. وطبعا بطاطس غسلتها ونقعتها عشان خاطر ما تسودش. انتوا عارفين البطاطس بتسود على طول لو مش ناقعه في ميه. تمام يا حبايب قلبي. طبعا طاسه كده في قلب الصينيه. وحطيت فيها معلقه زبده. عندك سمنه ماشي، ما فيش مشكله. عندك زيت بس ماشي، كله ماشي. زي ما قلت لكم، اهم حاجه الحاجه تعملوها كده على نار هاديه، وتعملوها بحب وبتركيز. الحاجه هتطلع في منتهى الجمال من ايديكي، ما فيش اجمل من كده. حطيت الزبده وحطيت الزيت وحطيت الفراخ بتاعتي. طبعا انا عايزاها تاخد لفحة كده، يعني عايزاها تاخد تشويحة، يا دوبك تاخد لي بس وش. تمام. اه. حطيت طبعا الكمية بتاعتي، يعني هتقطعيها اقل من كده، هتسيبيها زي ما هي، زي ما انت عايزة، على حسب ما انت عايزة بالظبط هتعملي. اهو حطيت ال4 وراك بتوعي اخد وش. تمام، وبهرتهم طبعا. حطيت فلفل اسود وحطيت ملح، واخلي بالي ان انا بعد كده هحط على بقيه المكونات ملح، فابقى مظبطه الملح بتاعي عشان ما يطلعش صينيه بطاطس في الاخر اللي هي الملح بتاعها زايد. فابقى واخده بالي ان انا الملح بسيط بس عشان احدق الوراك بتاعتي. طبعا سبتها لما اخدت وش، وقلبتها على الوش التاني يا دوبك بس يعني اخدت بس وش من من ناحيه، وقلبتها على الوش التاني. تمام، مش محتاجة ان انا احمرها يعني 100%، لان كده كده هتاخد من طعم الصلصة. وتخيلوا بقى السمنة بقى مكان الفراخ دي بيبقى طعمها عامل ازاي، حاجة كده وهم. حطيت طبعا البصل بتاعي اللي كان معايا، نزلت بيه على مكان ما حمرت الفراخ. هشوحه وهخليه يدبل. يعني هيبقى لونه كده مصفر، يعني مش متحمر 100%. تمام، ولا اللي هو ابيض، مجرد بس اللي هو لونه بقى ده. وطبعا الطماطم اللي انا ضربتها في الكيتشن نزلت بيها، وهديها برضو تشويحة مع البصلاية بتاعتي. تمام. تمام. هديها يعني تشويحتين كده لغاية ما تاخد وتدي مع بعضها كده، البصلاية مع الطماطم مع التوم كله مع بعضه. اهو يعني هي تعتبر نص ني في ني. تمام، مش مسبكة لها ومش مخليها ني في ني. الطعم ده مختلف عن الطرق اللي هي العادية، بس الطعم جميل جدا. يعني الاول جربي وقولي لي ايه رأيك. حطيت البهارات بتاعتي، طبعا لازم ابهر بقى الطماطم والخضار بتاعي. حطيت 7 بهارات، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت الملح بتاعي، ولو عندك ماجي هتحطي. انا ما بستعملش اللي هو المكعبات، كنت بستعملها، بس دلوقتي بصراحة بقيت اجيب اللي هو الماجي بيبقى سايب.
اللي هو المرقة دي بتبقى سايبة، بتتباع عند العطار، وطعمها هو نفس المكعبات بالظبط. تمام. حطيت طبعا رشيت كده رشة. ولو مش عندك على فكرة شوربة، يعني مفيش أي مشكلة، هنشتغل بمية. لكن أنا كان عندي شوربة. ولو متبقي عندك شوربة ما ترميهاش، يعني بقى خلصتي أكلك وتبقى عندك شوربة لأي مرة، حطيها في كيس من بتوع التلاجة وحطيها في الفريزر. هتنفع معاكي الوجبة زي دي، ما عندكيش فراغ وعايزة تشتغلي، هتشتغلي بيها. تمام. دلوقتي عندي البطاطس صفيت منها المية وحطيتها بقى على الطماطم اللي أخدت معايا حوالي غلوتين كده. زي ما قلت لكم انا ما سبكتهاش. اهو هديها كده تشويحتين، البطاطس مع الطماطم مع البصل، كل اللي انا عملته باخده كله مع بعضه كده تشويحتين كله مع بعضه. تمام. مش معليه النار، انا ما بحبش اعلي النار على الاكل بتاعي خالص، واللي متابعني عارف كده. اهو خدته كده تقلبتين. تمام. اهو يا حبايب قلبي كله مع بعضه كده كذا تقليبه في بعضها. في الوقت ده لو عندك الشوربه، انا عندي كان شوربه طبعا عشان كان عندي الوراك، فهنزل بقى بمقدار شوربة يا دوبك بس يغطي البطاطس اللي هي تسويها لي. تمام. هنزل بقى بمقدار الشوربة ما يعادل حوالي كوباية كده، كوباية كبيرة. تمام يا حبايبي قلبي اهو. وهقلبها طبعا، ابقى مظبطه كل حاجه، مظبطه الملح، واخلي بالي ان انا حطيت ماجي وحطيت الشوربه، والشوربه طبعا مطعمه بالملح وكل حاجه. تمام كده. هسيبها تغلي بقى غلوتين كده على النار من فوق. يعني مش هسويها من فوق، انا هسويها في الفرن، بس اللي هي تاخد غلوتين كده من فوق، تبقبق كده مع نفسها زي ما انتوا شايفين. يعني حوالي نص سوا، البطاطس هتستوي نص سوا. تمام. هحط بقى الفراخ كده. طب الفراخ ما هتطعم، خلي بالكم الفراخ دلوقتي هتاخد من الصلصة وهتطعم، وهتاخد من طعم الصلصة، وهي متحدقة والصلصة متحدقة، فيبقى متظبطة. خلي بالي كويس جدا ان انا اظبط الملح، خلي بالي من الملح. طبعا خدت من الصوص اللي تحت ده بتاع الصلصة، حطيته على الوراك. وهي لما تغلي هي الفراخ بتاعتي هتشرب من التتبيلة دي، فهتطعم وهتبقى طعمها في منتهى الجمال. وهتشوفوا الشكل بعد ما تخلص خالص. الشكل طبعا في منتهى الجمال، وكانت استوت من تحت ومن فوق. انا ما عنديش يعني، انا ما شغلتش الجزء اللي فوق، بس هي استوت. يعني انا عندي البوتاجاز بيسوي من تحت وفوق، معلتش النار عالية. اهو زي ما انتوا شايفين كانت لسه خارجة من الفرن، الشكل بيتكلم عن نفسه. الفراخ استوت واخدت وش، بقت في منتهى الجمال والطعم خرافة. اعملوا جنبيها يلا رز حباه وحباية او رز ابيض او بشعرية، كله في منتهى الجمال. صينية البطاطس جربوها ان شاء الله تنور رضاكم. كده خلصت الفيديو معاكم، ارجو تدعموني، وارجو تعملوا لي لايك. اتمنى لكم كل السعادة من كل قلبي، يا رب اكون خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الف سلامة.